في الامر. تفضل الله اعلم. شوف انا بذلك نعطيك ربما وجهة نظر مغايرة. انا في رأيي هذا الجدل ما عنده حتى معنى، لأننا نتجادل حول لاعب لم يقدم أي إضافة تذكر للمنتخب الوطني الجزائري مؤخرا. بن طالب استبعاده منطقي جدا، مقابل استدعاء تطراوي المتألق مع ناديه منذ فترة ومستواه منتظم و22 سنة، يعني لاعب مشروع مستقبل. بن طالب اعطيني ما نقولوش من اللي جا المنتخب الوطني الجزائري في 2014 شارك في كأس العالم. اعطيني اي فتره، ما نقولكش مباراه، اعطيني اي فتره كان فيها مليح بن طالب مع المنتخب الوطني الجزائري وقدم مباريات في اعلى مستوى وكان ركيزه اساسيه في المنتخب. اعطيني مباراه واحده قدم فيها اداء راقي وكان رائع في المنتخب الوطني. ما عندوش مكانه حاليا في المنتخب الوطني الجزائري. من يلعب مكانه؟ ما عندناش لاعبين في هذا المنصب. قادري تطراوي جابه باش يجربوا عوده بن ناصر. بارك الله فيك. أنا خلينا بن ناصر نعرفوه، كنا متأكدين أنه سيعود وراح يشارك في كأس إفريقيا، لأنه نعرفوا بن ناصر وعاودوا للمستوى، راه مليح مع النادي تاعو، أساسي فوق العادة، من حقه أنه يكون مجددا في المنتخب. ولازم يكونوا عندك لاعبين قتاليين في المنتخب من طينة بن ناصر في وسط الميدان.